يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة هطلب منكم دعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. الفيلم بيبدأ مع لورا وهي بتوصل أطفالها إيدن وميا لباباهم ريتشارد، ولما بيوصلوا له بيوزع الأطفال علشان عايز مامتهم في موضوع مهم، وهما الاتنين بيكونوا منفصلين لكن لسه ما اتطلقوش، وريتشارد عايز يتمم الطلاق علشان خلاص اتفق مع حبيبته جريس على الجواز. وقتها لورا بتتصدم وبتمشي، وبيكون باين عليها إنها لسه بتحبه وكان عندها أمل يرجعوا لبعض. وأول ما بترجع بيتها بتخلص على نفسها. بعدها بيعملوا لها جنازة، وإيدن وميا بيعيشوا مع ريتشارد. وفي يوم ميا بتنهار علشان لورا مش هتدخل الجنة لأن هي نهت حياتها، وريتشارد بيحاول يطمنها وبيقول لها إن هما ما يقدروش يحددوا مين يدخل الجنة ومين لأ، بس هي رافضة تسمعه وبتقول إنه مش هيقدر يفهمها وعايزة تفضل لوحدها. بيعدي 6 شهور وريتشارد بيقول لعياله إنه عازم جريس علشان تتغدى معاهم، وكمان عايزهم يقضوا مع بعض الكريسماس في بيت اللي عند الجبال التلجية، وطبعا جريس هتكون معاهم علشان عايز أولاده يتعرفوا عليها، وناوي كمان يسيبهم معاها يومين علشان شغله وهيرجع تاني. لكن إيدن بيرفض ومش عايز يقابل جريس علشان مش بيحبها. ريتشارد بيفهمه إنه ناوي يتجوزها. إيدن شايف إن ريتشارد ساب مامته علشان جريس وشايف إن هي مريضة نفسية. ريتشارد بعدها بيضطر يتصل بجريس وبيقول لها بلاش تيجي النهاردة علشان لسه الأولاد مش متقبلين وجودها. العيال بعدها بيحاولوا يوصلوا المعلومات عن ماضي جريس وبيعرفوا معلومات كتير زي إنها ضمن طائفة مسيحية، وإن كل أفراد الطائفة خلصوا على نفسهم ما عدا هي، وكان مطلوب منها تعلم الناس طقوس الطائفة، وباباها كان زعيم الطائفة وكان راجل متشدد. وكمان بيتفرجوا على فيديو لباباها وهو بيعلم الأطفال تقاليدهم ودينهم، وفيديو تاني للجثث بعد ما خلصوا على نفسهم والطقوس اللي مشوا عليها. وقتها ريتشارد بيدخل عليهم فبيخافوا وبيقولوا إن هما بيعملوا مشروع المدرسة بتاع ميا، وريتشارد بيعرفهم إنه اتكلم مع جريس واتفقوا إن هما لازم يروحوا الرحلة مع بعض علشان يتعرفوا عليها، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة له، وبيحاول يقنعهم إن جريس هتقدر تخليهم يحبوها. وفعلا تاني يوم بيجهزوا علشان يسافروا، وفي طريقهم بيعدوا على جريس وبيكون معاها الكلب بتاعها، ولما بتيجي تسلم على الأولاد بيتجاهلوها خالص وباين طبعا إن هما مش حابينها. لما بيوصلوا البيت اللي هيقعدوا فيه ريتشارد بيعرف جريس إنه عمل سرير مخصوص للكلب بتاعها. بعدها بتفضي شنطتها وبتكون جايبة هدايا للأولاد بمناسبة الكريسماس وبتشيلهم لحد ليلة العيد. بعدها بتلاقي صورة لورا وريتشارد والعيال وبتشيلها في الدرج. بعدها بيتجمعوا على الأكل وبتشوف صور دينية كتير وصليب، وكمان ميا بتصلي. وقتها بتتضايق وبتنزف من مناخيرها وميا بتشوفها. تاني يوم بيخرجوا كلهم مع بعض علشان يتسلقوا الجليد. جريس بتكون مش عارفة تعمل زيهم علشان دي أول مرة ليها، وريتشارد بيخلي الأولاد يساعدوها علشان يقربوا من بعض. وقتها بيلاحظوا إنها لابسة طاقية مامتهم فبياخدوها منها، فجريس بتتحرج وبتتأسف لهم وبتقول لهم إنها ما كانتش تعرف، فالأولاد طبعا بيكرهوها أكتر، وريتشارد بيحاول يصلح الموقف. بعدها عروسة ميا بتقع في بركة صيد وجريس بتشوفها فبتقول لها تبعد عن البركة، وبتحاول هي تجيبها لكن التلج بيتكسر وجريس بتقع في البركة، وريتشارد بيشوفها وبيحاول ينقذها. جريس بعدها بتحاول تتدفى بعد اللي حصل لها وبتاخد المهدئات بتاعتها، وريتشارد بيقول لها إن كده مش هيقدر يسيبهم وينزل المدينة زي ما كانوا متفقين علشان شايف إن مش هينفع تكون مع الأولاد لوحدهم. لكن هي بتطمنه وبتقوله إن دول يومين وهي هتقدر تراعيهم وتاخد بالها منهم. وجريس بتداري البرشام منه لأن ريتشارد مفكر إن هي خلاص اتعالجت، وعلشان يطمن عليهم أكتر بيعرفها مكان المسدس علشان لو تعرضوا لأي خطر، وكمان بيعلمها إزاي تستخدمه. وقبل ما بيسافر بيطلب من أولاده يتعاملوا كويس مع جريس. لكن أول ما ريتشارد بيتحرك بالعربية إيدن وميا بيدخلوا الأوضة وبيقفلوا على نفسهم، ولما جريس بتخبط عليهم علشان يساعدوها في تزيين البيت بيتجاهلوها. تاني يوم بتحاول تقرب من ميا وبتسألها نفسها يجيلها إيه في الكريسماس. ميا نفسها يكون عندها كلب، وجريس بتحكي لها إن وهي طفلة ما كانش بيجيلها هدايا خالص، وإن باباها كان متشدد جدا بالكتاب المقدس وكان بيقول لها إن مفيش هدايا في الكتاب المقدس. ميا بتعرفها إن ريتشارد رافض يكون عندها كلب.
ميا بدأت تحب جريس وبتفرجها على فيديو ليها مع إيدن وريتشارد ولورا. وقتها جريس بتتضايق لما بتلاحظ من الفيديو إن ريتشارد كان بيحب لورا وإن هما كانوا عيلة متماسكة. بعدها بتخبط على إيدن بتعرفه إنها تعمل أكل علشان يتغدوا سوا، بس هو ما بيردش عليها. وبعدها بتقعد تاكل لوحدها وبتشيل الصور الدينية وبتخبيها لأنها بتتضايق كل ما بتشوفها. وقتها الأولاد بيكونوا مش قادرين يتقبلوا إن واحدة تانية تكون مكان مامتهم. في اليوم ده جريس بتشوف كابوس وبتصحى من النوم خايفة. بعدها بتلاقي عروسة ميا في شنطتها ومش فاهمة هي جت هنا ازاي، خصوصا ان ميا وإيدن بيتجنبوا ان هما يدخلوا اوضتها. بعدها بتسمع ميا وهي بتدور على العروسة. الغريب بقى ان جريس ما بتقولش ان العروسة معاها وكمان بتدور معاها. وجريس بتكون حطت العروسة في سرير الكلب وبتخلي ميا تلاقيها، وطبعا هي عملت كده علشان ميا ما تفكرش ان هي اللي خدت حاجتها علشان ما تتضايقش منها. جريس بتاخد مهدئات تاني وبتبعت رسالة لريتشارد بتقوله إن كل حاجة كويسة وإن هم مستمتعين بالرحلة وهتستنى يكلمها. بعدها بتحضر أكل وبتسأل إيدن مش عايز ياكل معاها، وبرضه إيدن بيتجاهلها. وفي الآخر بيقول لها إنه هيعمل أكله بنفسه. وقتها جريس بتتضايق منه وبتقرب له وبتقول له إن هما محتاجين يتكلموا سوا. إيدن بيسألها عايزة تتكلم في إيه. جريس بتكون ملاحظة إن الأمور ما بينهم مش مريحة، وهي بقى عايزة تعرف لو في حاجة تعملها علشان يتقبل وجودها معاهم أو يفهمها إيه مشكلته معاها. لكن إيدن بيحرجها تاني وبيقول لها إنه مش حابب يتكلم معاها. بالليل بيقعدوا يتفرجوا كلهم مع بعض على فيلم، وإيدن بيعمل لجريس مشروب سخن، وطبعا بالنسبة لها مفاجأة، لكن بتفرح وبتشكره وبتحس إنه بدأ يحبها. في الوقت ده ميا بتقول لهم إن الجو بقى برد، وإيدن بيطلع يجيب الدفاية علشان ميا. ووقت الفيلم جريس بتنام وهي قاعدة وبتشوف كابوس إن باباها بيحاول يغرقها في المية، فبتصحى مخضوضة والأولاد بيكونوا لسه نايمين. بتلاقي تليفونها فاصل، ولما بتحاول تشحنه بتكتشف إن الكهرباء قطعة، فبتضطر تصحي إيدن علشان يحاولوا يشغلوا المحول اللي بيرجع الكهرباء. وبتسأله عن الساعة، بتتفاجئ إن هو كمان تليفونه فاصل، وهما الاتنين بيتصدموا باختفاء الدفاية والتلفزيون. في نفس الوقت ميا بتكتشف إن كل الأكل اللي في التلاجة هو كمان اختفى. بتنادي عليهم علشان تعرفهم. وقتها جريس بتكون مفكرة إن الأولاد عاملين فيها مقلب، وبتتعصب جدا وبتزعق لهم وبتعرفهم إنها تطلع أوضتها وعايزة لما تنزل تلاقي كل حاجة رجعت مكانها. وطبعا الأولاد بينكروا إن هم عملوا كده، لكن هي مش مصدقاهم وبتطلع أوضتها. ووقتها بتتصدم تاني لما بتلاقي كل حاجتها اختفت، هدومها وشنطتها حتى المهدئ بتاعها، وده بيخليها تتعصب أكتر. وبتروح تزعق لإيدن وميا ومصدقة إن هم مخبيين كل حاجة، وبتعرفهم إن هم لازم يرجعوا البرشام بالذات. طبعا الأولاد بيخافوا منها لأنها بتكون عصبية جدا وأول مرة يشوفوها بالشكل ده. إيدن بيقول لها إنه متأكد إن هي اللي خافت كل الحاجات دي، وبيعرفها إن كل ليلة بيشوفوها وهي بتمشي وهي نايمة، وده اللي خلاه متأكد إن هي ورا اختفاء كل حاجة. وقتها جريس بتتصدم، لكن بعدها بتكذبه وبتدخل تفتش في أوضتهم، لكن ما بتلاقيش أي حاجة. بعدها بيعرفوا إن الكلب هو كمان اختفى. بيخرجوا كلهم يدوروا عليه لكن مش بيلاقوه. بيرجعوا البيت تاني، وجريس بتعرفهم إنها عايزة تروح لأقرب قرية تشتري مولد علشان يقدروا يشحنوا حتى التليفونات ويتصلوا بباباهم ويجي هو يتصرف ويساعدهم. لكن إيدن بيقول لها إن أقرب قرية ليهم على بعد أميال، وهما مش معاهم عربية، ده غير إن في عاصفة جامدة وده بيخلي كل الطرق تتقفل. بعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض، وأول ما ميا بتقوم إيدن بيحكي لجريس إنه شاف كابوس مرعب بالنسبة له، وحلم إن هما كلهم نايمين وفجأة الدفايات كلها اشتغلت وفضلت تطلع دخان لحد ما كلهم اتخنقوا وماتوا. جريس بيبان عليها الخوف. بعدها بتلاقي الساعة والتاريخ غلط فبتعدلهم. بعدها بتخرج تدور على الكلب تاني لكن مش بتلاقيه وبتسيب له أكل. وبترجع البيت بتلاقي الساعة والتاريخ اتلخبطوا تاني. بتشك إن إيدن هو اللي بيعمل كده. لما بتسأله بيقول لها مش هو. بعدها بتسمع ميا بتتكلم في أوضتها مع ريتشارد وبتفكر إن تليفونها اشتغل، لكن ميا رافضة تديها التليفون. جريس بتشد منها التليفون بالعافية بس بتلاقيه فاصل، وميا كانت بتمثل إنها بتكلم باباها لأنه وحشها وعايزاه يكون موجود معاهم. جريس بعدها بتفضي مية سخنة في الحمام وبتلاقي بيتكتب على المراية بالبخار كلمة توبو. وقتها جريس بتترعب لأن دي نفس الكلمة اللي باباها قالها قبل ما يخلصوا على نفسهم. وبالليل لما إيدن وميا بيناموا ميا بتصحى خايفة وبتروح لجريس أوضتها وبتحكي لها إن هي سمعت صوت يخوف. بياخدوا الكشاف وبينزلوا، وفجأة بيلاقوا باب بيتفتح لوحده وأصوات خبط كتير. وجريس بتسيب ميا وبتدخل الأوضة علشان تعرف إيه سبب الصوت. بتلاقي الشباك مفتوح. لما بتبص بره بتلاقي آثار كتير على التلج. بعدها
بعدها بترجع أوضتها وبتسمع صوت باباها بيقول توبوا عن خطاياكم. بعدها بتاخد المسدس وبتفضل تلف في البيت كله، وصوت باباها بيتردد في ودانها لدرجة إنها كمان بتتخيله قدامها. بعدها بتسمع الترانيم اللي كانت شغالة يوم الموت الجماعي، وبتدخل تطمن على إيدن. بتتصدم لما بتلاقيه ميت بنفس الطريقة اللي أفراد الطائفة ماتوا بيها. لكن فجأة إيدن بيقوم وهي كانت بتتخيل، وإيدن كان نايم عادي، وأول ما بيشوف المسدس معاها بيخاف منها وهو فاهم إنها ماشية وهي نايمة، وبيفضل يفوقها هو ومية. جريس بتخبط مية وبتوقعها وبتتصف دماغها. وقتها جريس بتبص للمسدس اللي معاها وبتستغرب، وبتبدأ تصدق إنها فعلا بتمشي وهي نايمة. بتلاقي الساعة والتاريخ ثابتين من امبارح. بعدها بتبلغ إيدن إن هما لازم يمشوا وهتروح تجيب الدواء ضروري، وهتتصل بريتشارد من أقرب مكان ليهم علشان يجيلهم في المكان اللي هما فيه ويرجعهم البيت، وبتطلب منه يبدأ يجهز حاجته. لكن إيدن بيرفض وبيقول لها ما يقدروش يمشوا، لكن هي بتفهمه إن الموضوع ما فيهوش نقاش. إيدن بيقول لها خروجهم في العاصفة يعتبر جنون. جريس بعدها بتلف نفسها بالبطانية وبتمشي وبتسيبهم لوحدهم. وقتها مية بتكون خايفة عليها، وجريس بتمشي كتير والعاصفة بتزيد وبتكون بعدت كتير عن البيت، لكن بتضطر ترجع تاني. بتلاقي صورة الأولاد مدفونة جنب البيت ومع الصور وورد وكشاف. في نفس الوقت ده إيدن بيخرج لها وبيشوف الصورة وبيسألها إيه معنى دفن الصورة دي، وبيسألها هما ممكن يكونوا ماتوا ودي أرواحهم، لكن هي بتقوله إن هما لسه عايشين، وبتثبت له ده بإن هي سقعانة وجعانة. لكن إيدن لسه عند رأيه. جريس بعدها بتسمع صوت باباها وهو بيقول لها لازم تتوب وتصلي دلوقتي، وبتفضل تكرر جملة توبوا عن خطاياكم وكل الكلام اللي قاله قبل ما يخلصوا على نفسهم. تاني يوم بتدخل على إيدن ومية، بتلاقيهم بيعيطوا جامد وماسكين في إيديهم خبر بيقول إن هما التلاتة ميتين. وإيدن بيقول لجريس إن هما لازم يتوبوا علشان أرواحهم ترتاح ويدخلوا الجنة. جريس وقتها بتتعصب وعايزاه يسكت، وبتفضل تصرخ فيه وبتضربه، وهو قرر إنها لازم تتوب وبتاخد الخبر بتحرقه. بعدها بتسمع مية بتصرخ، بتروح لها وبتتفاجئ إن إيدن مشنوق، وفجأة إيدن بيبص لها وبيقول لها إن كده أثبت لها إن هما أصلا ميتين ومفيش روح هتموت تاني، ولازم يتوبوا علشان أرواحهم ترتاح وتتطهر. وبيفضل يصرخ فيها وعايزها تتوب. بعدها جريس بتصلي وبتطلب المساعدة، وبعدها بتنهار وبتكسر صورة دينية وبتخرج من البيت وبتحاول فعلا تتوب. بعدها بترجع البيت وهي معاها الكلب ميت، ومية بتعيط وبتقول إن ده غلطها لأنها سابت الباب مفتوح. وجريس بتفضل قاعدة بره البيت ورافضة تدخل، وإيدن بيقول لمية إن هما لازم يقولوا الحقيقة لجريس علشان ما يموتوش هنا من التجمد. بعدها بيفتحوا مخزن سري وبيكون فيه هدوم جريس والبرشام بتاعها، وبيطلعوا لجريس بيحاولوا يقنعوها إنها تدخل معاهم البيت. وإيدن بيعترف لها إن هما كانوا بيمثلوا عليها وإن هما فعلا لسه عايشين وهو مش هنقش نفسه ولا حاجة. بعدها بيحاول يرجع الكهرباء لكن مش بيعرف، وبيسأل مية عن تليفونه بتعرفه إنه فاصل علشان كانت بتتكلم كتير مع ريتشارد. وجريس رافضة ترجع البيت، وإيدن عايز يديها منوم زي كل ليلة علشان يعرفوا يدخلوها. في الوقت ده بيسمعوا صوتها بتصرخ، بيروحوا بيلاقوها واقفة قدام النار بتحاول تحرق نفسها، فبيخافوا منها وبيستخبوا. تاني يوم ريتشارد بيقلق عليها لأن تليفوناتهم كلها مقفولة، فقرر إن هو يروح لهم. وقتها بقى مية بتكون عايزة تدخل الحمام، وإيدن خايف عليها تنزل وجريس تحت، لكن مية مش قادرة تصبر. وأول ما بتنزل بتلاقي جريس وراها. مية بتخاف وبتجري على أخوها، وجريس بتدخل وراها وبتقرب عليهم بنظرات مرعبة. إيدن بيحاول يهديها وعايز يفهمها إن هما كانوا بس بيحاولوا يهزروا معاها، لكن جريس ما بتكونش في وعيها وبتحرق عروسة مية قدامها وبتفهمهم إن دي أول تضحية علشان ربنا يسامحهم. في الوقت ده ريتشارد بيوصل، ولما بيشوف جثة الكلب بيخاف عليهم، وبيتصدم لما بيلاقي جريس ماسكة المسدس وجنبها الأولاد مرعوبين، وبيسألها ليه بتعمل كده وبيحاول يهديها، وجريس بتقوله إن هم ميتين ودي أرواحهم. ريتشارد بيحاول يطمنها علشان يقرب وياخد منها المسدس، لكن جريس بتقتله. إيدن بياخد مفتاح العربية ومية وبيجري علشان يهربوا، لكن جريس بتخرج وراهم بترجعهم البيت بالعافية، وبتقعدهم على السفرة وجنبهم جثة باباهم، وبتخليهم يقولوا معاها الترنيمة اللي قالها باباها هي قبل ما يموت. وبعدها بتبدأ تنفذ عليهم الطقوس اللي والدها عملها يوم موت أفراد الطائفة علشان ناوية بعدها تخلص عليهم. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.